سر المسيحية العظيم أن الله صار قريبا منا، لا بل صار واحدا منا. إنه معنا، وبهذا القرب ولدنا الله للحياة. كل حياتنا هي تأمل في سر الله العظيم، كيف هذا المتسامي والمتعالي صار واحدا منا وتنازل إلى ضعفنا وبؤسنا كي يرفعها ويجددها بحسب صورة مجده المنير. الله معنا تجسد، نعني أنه اقترب منا إلى آخر حد، لكننا في حياتنا نضع الحدود معه، فليس هو الغافل ولا البعيد عن مآسينا وجراحاتنا وواقعنا المؤلم، إنه أقرب إلى نفسنا من نفسنا. إن عرفنا كيف نقبل واقعنا وكيف نجعل الله فيه رغم كل شيء، نعرف معنى أنه حي وحاضر معنا. إنه يلدنا في الحياة وللحياة، ويريدنا أن نحيا، لأن الإنسان الحي هو مجد الله. ولد الله إنسانا ليلدنا بشرا، فنصبح أبناءه وإخوة لبعضنا البعض. مساء الخير، مساء الجمال، من استديوهات العراقية السريانية في سهل نينوى. في هذا المساء المبارك ومن برنامجنا سهرايا لكم مشاهدينا الكرام نقولها ميلاد مجيد، ميلاد ربنا يسوع المسيح، ميلاد أمان وسلام وفرح ومحبة. ننطلق اليوم بحلقتنا مع ضيوفنا الكرام الأخ يوسف مريم من إخوة الصليب المقدس. أهلا وسهلا بك أخ يوسف. والأخت بنينيا مريم من أخوات يسوع المصلوب. أهلا وسهلا فيك. ما سير معنا في هالبرنامج الميلادي. اليوم نحن مع بعضنا البعض راح نحاول نحكي في أجواء الميلاد، أشوى نحن نكون قادرين أنه نعيش كمكرسين إيماننا في هالرسالة اللي نحن مرسلين لها. أخ يوسف، اليوم نقدر نسأل سؤال لك. اليوم ما هو الميلاد بالنسبة للأخ يوسف؟ أيضا نقدر نقول كيف يعيش الأخ يوسف الراهب يوسف مريم الميلاد، أجواء الميلاد، روحانية الميلاد. فبكلماتك شلون تعبر عن هالموضوع؟ هلا أكيد عيد الميلاد هو الأساس. لولا ميلاد الله نحن ما كنا موجودين اليوم، يعني هو أساس وجودنا. فهالميلاد الإلهي هو يلي بتنبثق منه كل هالأعياد الصغيرة، أعيادنا، أعياد أهالينا، أعياد إخوتنا، نحن بنعيد معهم، نحتفل بأعيادهم، بس أكيد هو الأساس هو عيد الميلاد، العيد الإله العظيم الخالق. فأعيادنا نحن فانية. ممكن تكون أعياد ميلادنا وقتية، نقدر نقول بهالمنطلق. يعني أنا قد بدي أعيش 80 90 سنة 100، أما ميلاد الله والعيد اللي بنحتفل فيه هو لا متناهي، لأنه هو الله لا متناهي. نعم. فهذا العيد نحن كيف لازم نعيشه؟ هذا عيد الحب،
يلي عطينا هالحب، انه عطينا اهم شيء، عطينا ذاته. يعني عطينا نعم كثيره، بس يلي اكثر شيء انه اجا تجسد كرمالنا، نزل على الارض كرمال، صار انسان. الاله صار انسان. فهيدا الاله في كثير شعوب وديانات حوالينا ما بتفهم انه هالاله يصير انسان. نعم. فهيدا السر، هيدا السر العظيم، سر الحب، كيف ينكشف لنا؟ من خلال عيشنا، من خلال اقترابنا، من خلال فتح قلبنا لهالميلاد. فأنا زمن الميلاد هيدا زمن فترة يعني بتعطيني وقت كرمال ادخل على ذاتي. مثل ما هالمغارة ولد فيها يسوع، أنا قلبي لازم يكون مغارة. نعم. فأنا كيف بدي أسوي مغارة؟ هذا السؤال في كتير أجوبة له، في كتير له تفاصيل. أكيد رح نحكي فيها وحدة مع وحدة بالسؤالات الجاية. بس أنا كيف بدي أعيش الميلاد؟ أول شيء بدي أحب اللي حبني بالأول، بدي أتعرف لازم عليه. أكون علاقة مع الخالق، لأنه الله هو يرسل يسوع المسيح ابنه لأنه يحبنا، لأنه نحن المخلوق الأسمى اللي الله راده له، واللي الله يمكن اللي هو عطى لنا صورة الله ومثاله نحن خلقنا. فمن أجل هالحب الله بعث يسوع المسيح، أرسل يسوع المسيح أنه يتجسد على أرضنا. أكيد يعني فكرة كثير حلوة أخ يوسف. فيك تكمل بهالمنطلق أنه أنت كراهب اليوم أشون تعيش الميلاد؟ هل أكو شيء مميز كراهب تعيشه بالدير مع أخوتك بالدير، مع رؤسائك، مع اللي ما حواليك من المؤمنين اللي أنت تزورهم، اللي أنت مكلف برسالة تكون معاهم، مع الآخرين اللي ما هم من مسيحيين؟ شلون يكون الميلاد معهم؟ هل اكو شيء كرهبنه او كراهب انت تعيشه يكون مختلف عن البقيه؟ اكيدا اكو شيء مميز بهذا الموضوع. هلا اكيد بزمن الميلاد في صلوات خاصه بالميلاد، في تسعويه الميلاد، في التبريكات لامنا مريم العذراء. نعم. لانه الميلاد هو بيتوحور كمان مع امنا العذراء يلي قالت نعم ليسوع كرمال هو نزل الاله صار انسان. فهالصلوات وهالتاملات يعني في الاناجيل بتحكي عن الميلاد. قديس لوقا، قديس متى يخبرونا الميلاد كيف صار. فانا بدي اتامل فيهم، بدي اعيشهم، بدي اعطي من وقتي لهم. نعم. يعني عيش الحدث، اتامل فيه، حط حالي بالحدث. يعني هاي قديس اغسطينوس بيعلمنا بالتاملات الروحيه انه كيف حط نفسي بالحدث. نعم. فكل حدث بحياتي انا بصير بقعد بتامل فيه. طيب ليه بالسماويات ما بدي اتامل؟ اكيدا 100% إذا صار لازم حدث ندخل في علاقه. اكيد. نعم. اذا بصير في حدث بالمنطقه بصير ضلني افكر فيه، يعني بوقع بهزيز فيه. اما ليه ما بوقع بهزيز بالميلاد؟ نعم. هيدي زمن يعني مزبوط بيجي بالسنه مره، بس هو كل يوم عندنا ميلاد جديد. مزبوط، هو كل يوم ميلاد يسوع بقلوبنا. فحلو انا بهالزمن اكيد في قلب بدي نطفه، في امور بدي افحص حالي اذا انا كنت عم سويها صح او خطا. في اشخاص كنت يمكن زعلت منهم او زعلتهم، بدي اروح اعتذر منهم. يعني في مصالحه. نعم. يعني تقدر اعمل مصالحه مع الله، بدي اعمل مصالحه مع اخواتي. اكيد ما لازم يكون في زعل، لانه لا يسوع قال احبوا بعضكم بعضا كما انا احببتكم. فهو المحبه وانا تلميذ له. فانا بدي يكون صوره هالصغيره تبين يسوع قدام الاخر. يعني انا بدي اوصل عند الاخر اعطيه يسوع. نعم. يعني انا بدي اخبر هيدي البشرى الساره، مثل ما الانجيل هو البشرى الساره، مثل ما العذراء اجى الملاك بشرها ونحن بنصليها بالمسبحه. انا بدي اخذ هالبشرى، هالسلام، وكون رسول سلام. انا بحاجه اكون رسول سلام كل العالم. يعني اليوم نحن بالميلاد لازم نكون كلتنا حاملين لهالبشرى، ننطلق بفرح، بمجانية، نعلن للعالم أنه يسوع راح ينولد بأرضنا، يسوع تجسد بأرضنا، يسوع أخذ طبيعتنا البشرية، يسوع له هدف أسمى أنه يرفع منها الطبيعة البشرية، تكون هي طبيعة أسمى، وتكون طبيعة خالقة، وتكون طبيعة حرة.
نعم أخ يوسف. مسور أكيدا أخ يوسف عطى شلون يعيش هو كراهب أجواء الميلاد. اليوم أنت كمكرسة شو بيعني لك الميلاد؟ شنو هي الطريقة اللي أنت تتعرفين فيها على الميلاد وتعيشيها حتى تكوني محافظة على هالفرح اللي أنت دعيتي له بالرهبانية وتنشري للآخرين؟ نعم. أبونا ذكر أخ يوسف مريم عن الأعياد اللي هي وقتية، يعني أعياد هذا الميلاد. قديش نحن منكرس وقت وجهد وتعب للتحضير، لنهيئ ذواتنا لحتى نحضر ومنفوت بأمور كتير، تفاصيل كتير دقيقة حتى يكون كل شيء توب، يعني كل شيء تمام. نعم، حتى نحضر الكيك ونحضر الطاولة ونحضر الكوشة والتصوير وجلسات التصوير. نعم. فهي التحضيرات كرمال شيء مثل ما قال الأخ، كرمال شيء يعني هو زائل. نعم. فرح زمني. فقديه نحن لازم نكون عم نتهيأ، عم نشتغل على ذاتنا حتى نتحضر لهيدا الفرح اللي هو أساس كل أعيادنا، هو الأساس. فقديه نحن لازم نتهيأ. وكيف بدنا نتهيأ؟ يعني نحن شخصياً أهم شيء بالنسبة لنا هو إنه نحن نموت عن ذاتنا، نعيش التوبة. كيف راح نعيش التوبة ماسير؟ إنه إذا تقدرين تبينيها للشباب اللي كي يسمعونا. نعم. اليوم أشون نعيش التوبة نحن كشبيبة مثلا؟ نعم. كتير حلو إنه نحن ندخل على عمق ذواتنا. شوف نحن مثلا بشو مزعلين يسوع، شو مقصرين بحياتنا، شو الاشياء اللي مثل مكمشين فيها يما مكبلتنا عم تمنعنا انه نحن حقيقه نشعر بالفرح الحقيقي. يعني بعدنا ملتهيين بامور بافراح باطله. يعني مثل كتير بسيط انه مثلا باعيادنا قد ايه بنهتم بالاكل، بالاصناف، بالمشروب، ولكن هالاكل تنعتبر اكلت منه صحن وصحنين وثلاثة ومن هالصنف ومن هالصنف ومن هالصنف. طب بعدين رح حس بتخمة ورح بلش انوجع. بينما الفرح مع يسوع منه هيك، هو غير هيك. فقد نصل للشبع الروحي، نحن نشبع من يسوع، من وجود يسوع. صح 100%. انه نحن لما نتأمل بيسوع من خلاله ندخل لأعماقنا نراجع ذواتنا، نشوف شو الاشياء اللي عم بتخلينا نحن نبعد عن الطفوله. شكرا جزيلا مسور على النقطة اللي ضويتي عليها اللي هو كرسي الاعتراف، وأشقت هي أهميته اليوم بحياتنا نحن كمسيحيين نتوجه إلى كرسي الاعتراف. راح نكمل حديثنا من بعد ما نسمع ترتيلة من أستاذ عمار. أستاذ عمار، شنو هي الترتيلة راح تسمعنا إياها اليوم بهالأمسية المباركة؟ نسمعكم ترتيلة ملاك الرب وافانا، تتكلم عن بشارة الملاك للرعاة وللشعب بمجيء يسوع المسيح طفل يسوع. نكون نحن آذان صاغية لك. ملاك الرب وافانا من العلياء نادانا، ونجما ساطعا نورا من العلياء أعطانا، من
ونجما ساطعا نورا من العلياء أعطانا، من العلياء أعطانا، لبانا قد وهبناه ومرا قد مزجناه، وبالإيمان نلناه فأعلناه مولانا، فأعلناه مولانا، ملاك الرب وافانا، من العلياء نادانا، ونجما ساطعا نورا من العلياء أعطانا، من العلياء أعطانا. شكرا جزيلا أستاذ عمار على هذا الأداء الرائع وعلى هالصوت اللي أخذنا بجو روحاني مليء بالصلاة. شكرا جزيلا لك. لنا رجعة مع الأخ يوسف مريم. أخ يوسف، اليوم في ظل الحروب اللي نحن كنعيشها، نسمع حرب بفلسطين، بغزة، الأرض اللي انولد فيها يسوع المسيح، الحرب على لبنان، الحرب في سوريا، والحروب اللي كنشوفها أيضا ونسمع عنها في أفريقيا. اليوم نحن أشون نعيش فرح الميلاد، كيف راح نفسر هذا الفرح الميلاد للآخرين؟ أنتم كرهبان اليوم، كمسيحيين، كمكرسين، أشون نعيش هذا الشيء، أو أشون نحن نرسل رسائل ميلادية لهالأشخاص؟ هلا أكيد يسوع هو الأغنى، إجا وولد بمغارة، أفقر مغارة، وهو عم يولد عرف فيه هيرودس قرر يقتله. نعم. يعني بلشت الحرب من لحظة ولادته. نعم. يعني عم بيقول لنا يسوع أنتوا الحرب يلي رح تيجي عليكم، أنا وقت جيت على الأرض لعندكم تحبكم، جيتوا بالحرب لعندي. يسوع هرب، قعد 7 سنين ببلد كله أوثان وأصنام، تهجر، ورجع من بعدها قعد 30 سنة صامت. شو هالإله يلي خالق السماء والأرض؟ قعد 30 سنة صامت، يشتغل نجار، تواضع، اختفاء، انمحاء ذاتي. وبعد 30 سنة وقت صارت الشريعة تسمح له، يعني نطر الشريعة بس صارت تسمح له، طلع بلش رسالة المحبة. 3 سنين ونص رسالة محبة بالعيش وبالمطر. يعني كان العيش والمطر أكثر من كلامه. فاليوم إخوتنا يلي عايشين بظروف قاسية، عايشين بحرب، هن عم بيعيشوا نفس اللي عاشه يسوع. نعم. اليوم نقدر نقول نحن نكون مع هالأشخاص اللي هم عايشين الحرب، إنه نحن متحدين معهم بالصلاة. ممكن إنه نحن تكون عندنا رسالة معينة، نحن نشتغل مع هالأشخاص بالإغاثة، ممكن أو يكون بطرق أخرى نحن نعيش مع هالإخوة. أكيدا راح ننتقل على ماسير بنين يا مريم. اليوم أشون راح نقدر نعطي فرح الميلاد للعائلات؟ وأنا أعرف ماسر أنه أنت تشتغلين مع العائلات من رسائل الرهبنة. نعم. أنه تعيشون مع العائلات، تزورون العائلات. أشون أنت راح تنقلين فرح الميلاد للعائلات اللي ممكن أن تكون كثير من الأحيان ممكن عائلات مهمشة، عائلات ضعيفة، عائلات فقدت أحباء ممكن، أو عائلات هي بحاجة أنه يقف أحد معها. صح. أبونا أول شيء نحن من قبل، من زمان كنا كتير مهتمين بأمور يعني زايلة، بالعلم وبالشهادات وبالعمل، ويعني الحياة كتير اخدة من وقتنا. بس لما تعرفنا على ولادة الله وقديش الله عطانا حتى ذاته، هيدا الشيء غيرنا كل حياتنا. فقررنا أنه نحن شو بدنا نعطي، فاخترنا أنه نحن نكون رسل سلام. فهيدا الشيء كيف بدنا نعيشه بين الناس.
أول شيء نحن حياتنا منقسمة لشقين، شق النسكة والشق الرسولي. من شق النسكة نغرف من خلال الصلاة، من خلال التأمل، السجود للقربان. منصور، ولو راح أقاطعك عن نعم. هذا الشيء اللي قلتيه إنه لازم نغرف. نعم. ممكن تكون هاي رسالة أيضا للي كي يشاهدونا اليوم وكي يسمعونا، إنه نحن حتى إذا ما كنا رهبان أو راهبات أو إذا ما كنا حتى كهنة، بإمكان كل واحد من عندنا إنه يكون يغرف من العطايا الكثيرة اللي الله يعطي لنا إياها، لأنه نحن ممكن ما راح نقدر نستمر بالعمل حتى إذا كنا علمانيين، إذا كنا عائلات، ما راح نقدر نستمر بالعمل إذا ما يكون عندنا خزين روحي. صح. أعتذر عن المقاطعة لأنه عجبتني هالكلمة ماسير. بالعكس أبونا، بشكرك. أكيد كتير ضروري. يعني بعتقد نحن مثل الشجرة، كل ما الجذور تبعها تنزل بالعمق وتتغذى من التربة يلي هي الصلاة والتأمل وعلاقتنا بالله، كل ما ثمارها تكون هي يعني فينا نعتبر أكثر، نعم مغرية نعم أكثر، نعم تعطي. نعم 100%. فقد مهم نحن لما نكون بحياتنا الرسولية عم نعيش، عم نفرجي العالم من خلال المثل أهمية التجرد، أهمية الفقر حتى يلي فرجينا إياه يسوع يلي عاشه. مش معناتها أنه نقلها للمرة مثلا خلفي بمغارة، لا، بس منقلها أنه أكيد كوني قنوعة، بلي الشيء يلي ربنا بيبعته لإلك. نعم. اشكري على الشيء يلي بيزعج، واشكري على الشيء اللي بيفرح. عشت إيدك منصور يعني على هالكلام الرائع. اليوم نحن بحاجة أنه نشكر كثير الله، لأنه وصلنا إلى درجات كثيرة أنه نحن ما أصبحنا قنوعين. فما صار من الممكن أنه نحن اليوم بعيشنا للميلاد مع العائلات ممكن نعطي لهم هالفرح اللي هو فرح يسوع المسيح، ونعطي لهم الرجاء الكبير اللي نحن من الممكن أنه من الغرف اللي حكينا عنه كنا وصلنا إلى درجة كبيرة من الإيمان والرجاء والمحبة، نوصلها لهالأشخاص أنه حتى يعيشوها ويكونوا هم علامات رجاء. وهالشكل نحن نكون كعائلات متحدة مع بعضنا البعض على اختلافنا، ممكن اختلاف بلداننا، على اختلاف ممكن ثقافاتنا. كثير من الأحيان ممكن أنا أكون شهادتي عالية وهو يكون شهادة ما عنده شيء، ولكن نحن كلتنا واحد بيسوع المسيح. وأكيد هاي فرصة ميلادية رائعة أنه نحن نعيش كعائلة واحدة مع بعضنا البعض ونكون كلتنا علامات رجاء. شكرا لك منصور على هالمداخلة القيمة والرائعة اللي هي أكيدا نابعة من خبرة روحية عميقة. مسير وأخونا يوسف، مريم راح يكون عندنا وقفة جديدة مع الجوق مع المرنمة رندا. أكيدا رندا اليوم أنت معنا في هالبرنامج سهرايا اللي نحكي بينه عن الميلاد. هل أنت بلشتي تحضرين أو بديتي تحضرين أشياء خاصة للميلاد بالبيت مع العائلة بالدوام، وأنت خصوصا مدرسة مع الصف مع التلاميذ؟ نعم، هاي الفترة الناس دائما مشغولة في تحضيرات لعيد الميلاد، تحضيرات العادية اللي هي الأكل وغيرها، وننسى كثير من المرات أنه نحضر نفسنا روحيا بالصلاة وبالتأمل حتى نصفي قلوبنا ونقدر نستقبل طفل المغارة بكل فرح وسلام. فالتحضيرات أكيد مستمرة سواء بالبيت أو بالمعهد أو غيرها من الأماكن، ودائما هاي الفترة تكون فترة حلوة متعبة، لكن بنفس الوقت هي فترة حلوة حتى نستقبل بها يسوع المسيح. أكيدا هي فترة مليئة بالثمار. وأكيد أنسة رندا، نحن نشكرك على وجودك معنا اليوم، ونتمنى نسمع ترتيلة من صوتك نكون كلتنا نمجد اسم الله بها. نعم إن شاء الله. يا بيت لحم قد سما
قدر لك حتى السماء فيك الإله تجسما متأنسا من مريم يا بيت لحمة قد سما قدر لك حتى سما فيك الإله تجسما متأنسا من مريم عنه النبي تكلم حقا كما قد ألهم عنه النبي تكلم حقا كما قد ألهم قد تم فيه اليوم ما قد قاله مترنما قد قاله مترنما يا بيت لحمة قد سما قدر لك حتى السماء فيك الإله تجسما متأنسا من مريم. شكرا جزيلا آنسة رندا على هذه الترتيلة الرائعة واللي عطت لنا هالزخم الروحي الكبير واللي خلتنا نحن نعيش هالأجواء الروحانية. نرجع لضيوفنا أخ يوسف مريم والأخت بنينيا مريم ونقدر نسأل هذا السؤال لأخ يوسف. ولد يسوع في مغارة بيت لحم ووضع في مذود، شنو هي الرسائل الإلهية من هالمكان المغارة، المكان المتواضع والفقير؟ أخ يوسف. الغني أصبح أفقر الفقراء. نعم. فأنا لما أتعرف على الولادة الإلهية الفقيرة اللي كلها حب، أنا بقدر أعمل ولادة جديدة، توبة داخلية جديدة. من خلال هالولادة الجديدة أنا بقدر أوقف قدام يسوع أوعده وأقول له أنا بحب كون مكرس لإلك، أو بحب أسس عائلة مقدسة قديسة. يعني في عنا طريقين واثنيناتنا عم يدعونا تنشارك يسوع هالطفل بالمغارة، تنكمل رسالته، تنكون رسل سلام. يعني هو دعانا للسلام، دعانا للمحبة. يعني نحن منا صدفة إنه ولد ببيت لحم، يعني في تدبير إلهي، في عناية إلهية تا ولد يسوع هناك. نعم. يعني في رسالة كتير. ليش اختار المغارة؟ كان يقدر يسوع المسيح انه يتجسد او ينولد في قصر. ليش اختار المغارة؟ هل اكو رسالة معينة ممكن كانت موجودة بالفكر الإلهي تعطى للبشر، لإلنا نحن ولإلنا نحن الموجودين بهالأرض؟ أكيد هو اختار أفقر شيء. في معقولة أفقر نعم. من المغارة؟ نحن ما بنعرف حدا ولد بمغارة إلا يسوع. هالإله الغني حب يولد بمغارة يقول لي إنه أنا بحب التواضع. نعم. أنا بحب الفقر. الغنى ما هو غني، ما هو الغنى الإله الغني. فأنا ماني لازم أركض وراء الأشياء الزايلة، أنا لازم أركض وراء المحبة. اليوم العالم عنده اهتمامات الشهادة، ويكون طبيب ويكون مهندس. في 8 مليارات إنسان على الكرة الأرضية، كلهم راكدين وراء الشهادات، بس مين يراكد وراء يسوع تيكون هو رسول لإله؟ نعم. مين اليوم عم يفكر إنه يكون رسول ليسوع؟ نعم. نحن نقدر نقول انه بميلاد يسوع المسيح في مغارة بيت لحم ووجود يسوع المسيح بهالمذود الصغير، انه اكو رسالة إلهية كبيرة راح تعلمنا. اول شيء معنى التواضع الكبير. اليوم صار الكبرياء كثير،
مغلغل فينا. مغلغل فينا. صارت اليوم الأنانية. مسور، ما أعرف إذا تشاركينا بهالخبرة. إذا عندك شيء عن الأنانية والحقد اللي الإنسان اليوم أصبح اليوم مجبول بهالأشياء. يسوع جاي يمكن يعمل في شيء غريب. عندك رأي بهالموضوع؟ نعم. كيف نحن بنقول ولد المسيح هللويا، ونحن مثلا مخاصمين جيراننا، زعلانين من أهلنا، ما بنحكي مع فلان، مش مسامحين فلان. فيسوع اجا لحتى يرجع هيك يهزنا بتواضعه بمحبته، حتى نرجع نحن نشوف انه لازم نغير. نعم. ممكن نحن نقدر نقول بميلاد يسوع المسيح أعاد الله إنسانية الإنسان، لأنه اليوم بهالولادة بهالمغارة البسيطة والمتواضعة يسوع كي يدعونا أنه نحن نكون متواضعين، نشبهه بهذا الشيء. لا أنه مثل ما قلت أنه نروح نولد أو يولدونا أهلنا بمغارة، ولكن أنه يسوع المسيح علمنا أنه نحن نتجرد عن كل شيء أرضي اللي كي يعيق مسيرتنا، اللي كي يخففنا، اللي كي يخلينا انه نحن نكون بعيدين عن الله. نتخلى عن هالاشياء حتى نحن نسمو اكثر واكثر، حتى نصل الى شيء اسمى اللي هي السماويات، انه نحن نكون متحدين بالله، انه نحن نكون وارثين للملك الالهي، نحن نكون في احضان الله في ملكوت السماوات، من خلال هالتواضع، من خلال هالتجرد، من خلال هالروح المحبة الكبيرة اللي يسوع من أول نهار بالمغارة ينولد يجون لعنده هالضيوف الكرماء اللي هم المجوس واللي هم الرعاة، هالبسطاء هالفقراء، اللي يسوع أعطى لهم إنسانية جديدة، أعطى لهم حياة جديدة، أعطى لهم بعد جديد يقدرون هم يكملون حياتهم عليها ويعطونا المثل الصالح. أكيدا ماسير رح يكون عندنا سؤال آخر. ممكن نحن الموجودين بالشرق يكون عندنا رسالة معينة، ممكن أكثر من كل البلدان الأخرى، إنه نحن المسيحيين الشرقيين اللي عايشين نقدر نقول بالأراضي المقدسة، فلسطين، سوريا، الأردن، لبنان، العراق، مصر، اللي نحن نقدر نقول القريبين على المكان اللي انولد بينه يسوع المسيح. شنو هي الرسائل اللي نحن يعطي لنا إياها الميلاد كشرقيين؟ نعم. ضروري أبونا أنه نحن نكون علامات، نحمل علامات، علامات إيمان، علامات رجاء، وعلامات محبة لكل الأشخاص. علامات إيمان من خلال إيماننا بهالإله يلي تجسد كرمالنا، يلي تنازل وصار إنسان كرمالنا يكون شهود أيضا بهالعلامة الإيمان، ونكون شهود لهالإيمان، ونثبت بأرضنا من خلال هيدا الإيمان. والرجاء يعني يسوع لما تجسد هو ما كان عارف إنه راح يضطهدوه وراح يوصل للموت، وكان عارف وما تردد ما تراجع. فنحن كمان ما لازم نوقف عند الاضطهاد، ما لازم نوقف عند الألم، عند المرض، عند الموت. بالعكس نحن رجانا بالقيامة، فمش لازم نوقف عند الصعوبات، نكمل، لأنه يسوع أعطانا الرجاء، علامات المحبة يلي من خلالها نحن بنقدر نعيش المحبة يلي علمنا إياها يسوع مع كل الناس اللي حوالينا. قالنا يسوع أحبوا أعداءكم، يعني مش بس أنا بدي أحب أشخاص اللي بحبوني، اللي هم قريبين علي، اللي أنا بمصلحة معاهم، لازم أحب حتى الأشخاص اللي عم يضطهدوني، اللي عم يكرهوني. هيدا دعوة يسوع لإلي، وهيدا هي رسالتنا نحن كمسيحيين. هيدا هي رسالتنا، أنه نحن ننقل صورة يسوع لكل البشرية، لكل الناس بكل الطوائف بكل الأديان. نعم، يعني أنا صراحة ماسير ضويتينا بهذا السؤال
على العلامات الرجاء، العلامات الثلاثة اللي هي الإيمان والرجاء والمحبة. اليوم الإنسان المسيحي مدعو أنه يعيش هالفضائل الثلاثة، ولكن من الممكن شوية صعبتيها علينا نحن كشرقيين. أصبحنا حاملين لرسالة، هاي الرسالة ممكن تكون أنه مو بس إحنا المكرسين، أكيدا كل إنسان مسيحي مشرقي هو حامل لرسالة كبيرة، وهالرسالة اللي هي أنه لازم يكون هو يعلن هذه الرسالة ويعلن هالبشرى، ويكون رسول يحمل للآخرين هالبشارة اللي هي بشارة ربنا يسوع المسيح، اللي تجسد على أرضنا، واللي أخذ طبيعتنا البشرية، واللي اتحد بها حتى أنه يرفع منها الطبيعة البشرية ويعطي لها قيمة أكثر مما هي موجودة به، لأنه الله وقت اللي خلقنا لإله. أكيدا ميلاد يسوع المسيح نشوف بينه أنه وقت اللي أرسل من قبل السماء أرسل حتى يعلن هالمحبة اللامتناهية. اليوم ما صير أشقت نحن بحاجة إلى أن نشعر بالمحبة. اليوم عالمنا أصبح كثير صعب، أصبحت الأنانية، هاي الأنا صارت اليوم تدمر العالم. ممكن اليوم الحروب اللي كانت تصير هي نتيجة لا محبة. اليوم رسالتنا نحن كمسيحيين، كأشخاص مؤمنين بالميلاد، كأشخاص كيعيشون هالشوق الكبير لطفل المذود، لطفل المغارة، أنه نحن نعلن هالمحبة بدون خوف بدون تردد. مثل ما قلتي أنه نحن وسط كل هالصعوبات، وسط كل هالآلام، أنه نحن لازم نكون أقوياء، لازم نكون مليئين بالرجاء، لازم نكون مليئين بالمحبة، لازم نكون مليئين بهذا الإيمان اللي يعطي لنا الاستمرارية حتى نحن نكون في حالة استعداد دائم أنه نصل لله. أنه لازم يكون عندنا نحن ما سير مثل ما قال أخي يوسف مريم، أنه نحن لازم تكون قلبنا هو المغارة اللي يفتح المكان حتى تدخل المحبة، تتعشعش المحبة، تنمو المحبة، تثمر المحبة مثل ما قلتيها بمثل الشجرة. اليوم بشرى الخلاص ما هي مخصصة فقط للمسيحيين، هذا رأينا نحن كمسيحيين. أخ يوسف مريم، ما هو فقط هالبشارة والمحبة وهالفرح مخصص للمسيحيين؟ رأيك؟ أكيد لا، هو مخصص لكل العالم، لكل إنسان موجود على الكرة الأرضية عم يتنفس، لأنه إجا يسوع كرمال الكل. نعم، حتى قال الأولون سيصيرون آخرون والآخرون سيصيرون أولون. نعم. فنحن اليوم مسيحيين لازم ننتبه بالأول، يمكن نصير نحن بالآخر. نعم أكيد، يمكن الآخرين يصيروا بالأول. صح أكيدا. المسيحية للأسف عم يتعلقوا بالمظهر. نعم، يعني بنشوف أشخاص من غير ديانات عم يفهموا هالسر أكثر منا نحن. نعم أكيدا. أخ يوسف مريم، أنه البشرى الخلاص أو فرح الميلاد، فرح الخلاص بيسوع المسيح، اليوم أصبح هو دعوة موجهة لكل إنسان على الأرض، لأنه ما بقي فقط أنه رسالة الخلاص هي محصورة بشعب معين، بمنطقة معينة، بجغرافية معينة، ولكن أصبحت البشارة هي للعالم أجمع. ما بقت تفرق هالبشارة بين لون شعب معين، هذا أسمر أنت ما مسموح لك أنه تدخل خلاص، هذا أبيض أنت مسموح لك، أكيدا لا، ولكن البشرى صارت هي للعالم أجمع. أحبائي، أكيدا اليوم مع بعضنا البعض بإمكاننا أنه نشرح رموز الميلاد. أكيدا إذا رغبنا بهالشرح لازم نراجع إنجيل لوقا، لأنه إنجيل لوقا هو إنجيل اللي يحكي عن طفولة يسوع المسيح. فمن خلال قراءتنا لإنجيل لوقا نشوف أنه هنالك كثير من الأشخاص، هنالك كثير من الرموز دخلت في قصة ميلاد ربنا يسوع المسيح. فأكيدا الشخصية الأساسية والمحور الأساسي في ميلاد ربنا يسوع المسيح أو في المغارة هو هذا الطفل الصغير يسوع المسيح، هو صاحب العيد، هو اللي نحن كنحتفل بهذا الابن الإله الذي تجسد على أرضنا وأخذ طبيعتنا البشرية. فيسوع هو صاحب العيد اللي نحن كنحتفل اليوم بعيد ميلاده، وكل يوم أيضا هو عيد الميلاد. أيضا عندنا من الشخصيات الأساسية في مغارة بيت لحم
هنالك يوسف ومريم. يوسف ومريم يمثلون كل إنسان، يمثلون إنسانيتنا الضعيفة، ولكن هالإنسانية الضعيفة اللي هي قادرة أنه هي تقوم وترجع من جديد، أنه الإنسانية اللي هي قادرة أنه تستسلم بيد خالقها، الإنسانية اللي تقدر أنه تقوم وتنتعش من جديد وتكون بيد الخالق وتكون تدخل في مخطط الله الخلاصي، ونكون نحن مستعدين دائما لأنه نكون أدوات بيد الله حتى هو يحقق هالخلاص في أرضنا. يوسف هذا الإنسان اللي هو المربي، يوسف هذا الإنسان الذي سمع في حلم أو تراءى عليه الملاك، سمع لصوت الله وعرف أنه يميز صوت الله وراح بدون خوف بدون تردد، وأخذ مريم امرأة له وأصبح هو مربي ليسوع المسيح. مريم العذراء هاي الإنسانة البسيطة، الفتاة المتواضعة، الإنسانة التي لم تفكر يوما ما أنه هي تكون أم يسوع المسيح، ولكن بلحظة تغير كل شيء بحياة مريم العذراء. بلحظة مريم العذراء يجي ملاك الله عليها وهي تكون في حالة الصلاة. مريم العذراء تبشر ببشارة عظيمة أنه هي هذه الفتاة البسيطة اللي اختارها الله لتكون أما لابنه يسوع المسيح، لكي ما يتجسد هالابن الإله في أحشائها ويأخذ الطبيعة البشرية لكي ما يفتدينا. وكأننا نعيش أنه هنالك علاقة بين مريم ويسوع، بين مريم التي هي أصبحت أم ليسوع المسيح، ويسوع أصبح ابن لمريم العذراء، وأيضا مريم هي تلميذة يسوع المسيح، ويسوع المسيح هو معلم لمريم العذراء. أيضا نشوف الرعاة الذين هم الأشخاص المهمشين، الأشخاص البسطاء، الأشخاص الوضعاء الذين لا يذكرهم أحد، الذين ليس لهم دور في حياة المدنية أو في حياة المدينة، لا يشاركون بأي شيء، دائما يكونون مع قطعانهم في البرية، هنالك يكونون يرعون الأغنام، ولكن الله يختار هالأشخاص ليكون هم أول الأشخاص المبشرين بولادة يسوع المسيح، البشرى الأولى بولادة يسوع المسيح بواسطة الملائكة الذين كانوا يسبحون ويرتلون ويرقصون ويقولون المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. أعطي السلام لهؤلاء الرعاة، وهؤلاء الرعاة مباشرة يركضون إلى المغارة ويسجدون أمام يسوع المسيح ويقدمون ذواتهم ليسوع المسيح، وبالتالي يأخذون البركة من يسوع المسيح وينطلقون إلى العالم ويكرزون ويبشرون باسم يسوع المسيح، يسوع الناصري الذي جاء ليخلص البشرية. هؤلاء الرعاة الذين أصبحوا هم علامة لأن الخلاص هو للجميع والخلاص هو متاح للجميع. وأيضا نرى هنالك المجوس الثلاثة الذين يأتون من بلاد بعيدة، المجوس الثلاثة يأتون من أرض فارس، المجوس الثلاثة يتحملون عناء الطريق، المجوس الثلاثة يراقبون النجم الذي أشرق نوره على الجميع، المجوس الثلاثة الذين رأوا النور في هذا النجم أنه نور غريب، أنه نور يسوع المسيح، فقادهم هذا النجم إلى النور الحقيقي يسوع المسيح، وهم الذين أتوا وسجدوا ليسوع المسيح، سجدوا قدام يسوع المسيح وقدموا له 3 هدايا، ذهبا ومرا ولبانا. ذهبا علامة الملوكية، أي أن يسوع المسيح هو ملك الملوك، واللبان يسوع المسيح هو ابن الله وهو مقدس، والمر وكأنها علامة استباقية بأن يسوع المسيح سوف يسلم إلى صليبه وسوف يصلب وسوف يموت يسوع المسيح على الصليب، ولكن لن تكون النهاية، ولكن ستكون هنالك قيامة، أن يسوع المسيح سوف يقوم منتصرا على الشر وعلى الموت وعلى الخطيئة. أيضا هنالك النجمة التي ظهرت في السماء، النجمة التي كانت هي علامة التي هدت المجوس وأنارت الطريق لهم ليأتوا إلى يسوع المسيح، هي تنير بنور يسوع المسيح. فإذا أحبائي علينا اليوم أن نضع النجمة في بيوتنا علامة على نور يسوع المسيح، والملائكة الذين يسبحون ويرتلون ويمجدون لاسم يسوع المسيح هم الذين يمثلون حضور الله أيضا.
الحيوانات الموجودة في مغارة بيت لحم هم يمثلون المخلوقات التي أيضا هي تسبح وتمجد وتمجد اسم الله. هم الذين أيضا فرحوا بولادة يسوع المسيح. المذود هو رمز للتواضع الإلهي، رمز لذلك المكان الذي وضع فيه يسوع المسيح، وهو الذي علمنا أن نكون متواضعين. وأيضا أحبائي، بالنهاية فكرة المغارة هي فكرة متأخرة جاءت من القديس مار فرانسيس الأسيزي، هذا القديس الذي وضع أشخاصا طبيعيين يمثلون المغارة، ومن بعدها أصبحت فكرة المغارة تنتقل من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان ومن كنيسة إلى أخرى، وأصبحت على ما هي اليوم عليه. إذن أحبائي، اليوم نحن مدعوون جميعا إلى أن نكون في مغارة بيت لحم، أن نكون فعالين في هذه المغارة، كل واحد مدعو باسمه أن يكون شيئا حسنا في هذه المغارة، وأن يكون ساجدا ليسوع المسيح، وأن يأخذ من يسوع المسيح المحبة، أن يأخذ التواضع، أن يأخذ الحنان، أن يأخذ الخلاص. رح ننتقل مع سير وأخ يوسف إلى الأستاذ عمار اللي هو مرتل من مرتلين في بغداد قرقوش. أستاذ عمار، اليوم أنت كإنسان مسيحي شلون تعيش هالأجواء الميلاد، ومن بعد ما أنه شفنا أنه بشرى الميلاد بشرى الخلاص ما أصبحت هي بشعب معين بمنطقة معينة، وإنما أصبح الجميع مدعو إلى هذا الفرح، فرح البشارة؟ أكيد أبونا، أجواء الميلاد بها كثير جوانب مهمة للإنسان ممكن أن يعيشها كل حسب ما عنده من إيمان. فمثلا صراحة أنا أحب أن أدعو إلى أنه المسيحي يعيش الإيمان مع الناس اللي في ضيق في هذا الوقت، مرضى، ناس محتاجة. ممكن إحنا دائما نشوف الميلاد في أبهى صورة، لكن هنالك أناس كثر في حاجة ماسة إلى كلمة طيبة، في حاجة ماسة إلى أن نقف معهم في شدتهم. فهذه أجواء الميلاد تنطينا ممكن أنه كل هذه الجوانب نلتفت إلها ونعيشها بحياتنا على موت تكون مثمرة في حياتنا. أكيد. شكرا جزيلا أستاذ عمار على هالمداخلة اللي نقدر نقول عليها الميلاد من الجانب الراعوي، من الجانب الإنساني، أنه نحن كل فرد بينا اللي هو معمد، اللي هو موسوم بوسم الميرون المقدس، واللي هو حامل لصورة المسيح، يقدر أنه يكون إنسان مع الآخرين، ينشر هالمحبة بالتعاملات مع الآخرين، مع الأصدقاء، مع القريب، مع المحتاج، مع اللي هو في ضيق، ونكون نحن علامات رجاء. أكيد. شكرا لك أستاذ عمار. في ختام برنامجنا، برنامج سهرايا اليوم، نشكركم على حضوركم معنا. أخي يوسف مريم من إخوة الصليب، وأختنا بنينا مريم من أخوات يسوع المصلوب، على حضوركم، مشاركتنا، وعلى هالروحانية اللي أنتم تتمتعون بها، وعلى عملكم المثمر في بلدنا العراق، في سهل نينوى. من أعماق القلب شكرا لكم. شكرا لكم. مشاهدينا الأحباء، نختم وإياكم حلقتنا لهذا اليوم ولهذا المساء المبارك. نلتقي وإياكم غدا مساء، ونترككم الآن مع ترتيلة الختام مع جوقنا مع الأستاذ عمار. توني مرطوبة الهي مريان، جازيت عطرة برموران، ربط بوشبي دخرانا، كل عام
شيء